الاتحاد الإفريقي يطالب الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية باختيار ملاعب مجهزة بتقنية VAR في الأدوار الإقصائية، بعدما لعبت بعض الفرق في دور المجموعات على ملاعب غير مجهزة. طبيب الأهلي يبلغ ياس توروب بصعوبة لحاق عمرو الجزار وزيزو بمباراة سموحة، بينما تتحدد مشاركة تريزيجيه وفق نتائج الفحوصات الجديدة. ياس توروب يشيد بأداء يوسف بالعمري وإمام عاشور أمام الجونة، ويستقر على استمرار الثنائي في التشكيل الأساسي أمام سموحة. المدير الفني يستغل الإيقاف لمنح مروان عطية وياسر إبراهيم راحة إضافية للتخلص من الإجهاد. توروب وجهازه المعاون يراجعون لقطات مباراتي سموحة أمام الزمالك وبيراميدز لتحديد أفضل أسلوب لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على الصدارة. نادي الزمالك يقدم شكوى ضد الحكم أمين عمر رغم عدم اعتراض الجونة وإشادة أغلب خبراء التحكيم بإدارته، باستثناء الحكم السابق محمد صلاح عبد الفتاح. توروب يكلف محلل الأداء بمتابعة مباراة الترجي أمام الملعب التونسي وإعداد تقرير تفصيلي قبل ربع نهائي دور الأبطال. يوسف المساكني يعود لتدريبات الترجي وتجري محاولات لتجهيزه. تعيين المدرب الفرنسي باتريس بوميل رسميا مديرا فنيا للفريق. تقارير تؤكد حصول إفريقيا على 6 أو 7 مقاعد بدلا من 4 مقابل 16 مقعدا لأوروبا بعد زيادة البطولة إلى 48 فريقا. الدكتور أحمد ثابت ينفي ترشيحه للمهاجم الأنغولي كامويش، مؤكدا أن تصريحا سابقا تم استغلاله لربط اسمه بالصفقة. نيوكاسل يونايتد يدرس التعاقد مع السعودي سعود عبد الحميد. المحلل التونسي حسن الغربي يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي، معتبرا أن عدم العقوبة يعني منح اللقب للأهلي. في المقابل، اللاعب السابق مروان تاج يرفض هذا الطرح، مؤكدا أن الجماهير لا تحسم النتائج وأن على الترجي الفوز في تونس بدل تصدير الأعذار. أسامة عرابي يؤكد أن الأهلي مرشح تاريخيا أمام الترجي، لكن الأداء الحالي يجعل فرص التأهل 50% لكل فريق، ويرى أن المشكلة ليست في غرفة الملابس بل في تقصير بعض اللاعبين، مطالبا الكبار بتحمل المسؤولية. كما انتقد مستوى كامويش وأشاد بالعمري، مؤكدا أنه صفقة جيدة رغم عدم مقارنته بعلي معلول. يرى عرابي أن بيراميدز قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي، مع التأكيد أن المفاجآت واردة.